وقد قام كابتن الفريق فاروق جعفر بإهداء كأس أفريقيا للسيد الرئيس، وقد أثنى الرئيس على المستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وقال إن ارتفاع مستوى أداء الفرق المصرية وإحرازها البطولات الدولية يعتبر نصرا للمصريين. وطلب السيد الرئيس من الفرق المصرية التي تشارك في البطولات والمباريات الدولية الاستمرار في المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للاعبين من خلال التمرين المستمر والمتواصل.